من أعلام الرشايدة في الكويت أيضا عبد الله مطلق المسيلم رحمه الله تعالى، صاحب الأيادي البيضاء والأعمال الطيبة. لما هدد عبد الكريم قاسم الكويت، استطاع عبد الله المسيلم أن يجهز 25 مركز هجانة دفاعا عن الكويت، فأعجب به الشيخ عبد الله السالم. من أكبر مساجد الكويت مسجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في منطقة الجهرة، بناهما عبد الله المسيلم رحمه الله ولم يضع عليهما اسمه. ومن رشايدة الكويت أيضا الفارس الشاعر محمد بن جدوع بن نملان رحمه الله، قتل دفاعا عن الكويت في معركة حمض. ومن رجال الرشايدة أيضا الشجاع غنيم الشهري رحمه الله، ورد اسمه في وثيقة الإصلاح في سنة 1911 في عهد الشيخ مبارك. ومن أعلام الرشايدة في الكويت خالد الجاسر الراجحي رحمه الله، له مواقف وطنية في الدفاع عن الكويت. وفي أيام تهديد عبد الكريم قاسم للكويت كان خالد الجاسر رحمه الله ممن كلف بالجمع السلاح وتجنيد البادية دفاعا عن الكويت. ولمعرفته بأهل الكويت فقد كان عضوا في لجنة الجنسية، وقد كرمته الكويت بإطلاق اسمه على شارع في منطقة إشبيلية. ومن أعلام الرشايدة في الكويت مبارك بن مطلق الردعان رحمه الله تعالى، صاحب المواقف الوطنية خاصة في معركة الجهرة. وكان لمبارك بن ردعان رحمه الله دور كبير في المحافظة على المساجد في الكويت ودفع رواتب كثير من الأئمة والمؤذنين، كما كان عضوا في لجنة الجنسية في الكويت، ولذلك كرمته الكويت بإطلاق اسمه على شارع في منطقة الدسمة. ومن أعلام الرشايدة في الكويت الصالح التقي شاهر البغيلي رحمه الله، الذي فتح بيته لاستقبال الناس وكان يخرج في الدعوة إلى الله. وقد كان لشاهر البغيلي رحمه الله مساهمات اجتماعية ووطنية، وهو أحد مؤسسي جمعية الوفرة الزراعية. ومن أعلام الرشايدة في الكويت الرجل الباذل المحسن مطلق بن فهد الضويحي الهلفي رحمه الله تعالى، له حملة حجم الشورى حملة الضويحي أطلقها منذ بداية الستينات، وكان يحجج كثيرا من الفقراء مجانا. ومن أعلام الرشايدة في الكويت صاحب الأيادي البيضاء مطلق هزاع بن حمد الشعمي رحمه الله تعالى، ثقة به عينته الكويت عضوا في لجنة الجنسية، وكان له فضل على كثير من الناس في منحهم الجنسية الكويتية. ومنهم أيضا حمود بن دبيس الرشيدي رحمه الله، صاحب دين وخلق ومرجلة، توفي فرزقه الله بأولاد كرام بررة. وابو مفلح رحمه الله مسخر وقته لخدمة الناس وقضاء مصالحهم، وكانت عنده سيارة يوصل فيها الناس في زمن ندرة السيارات. يقول الشاعر يذكر طيب أبو مفلح وخاصة في توصيل الناس: يا الله إنك تجيب دريولي الرشيدي مثل أبو مفلح اللي ما يخليه خويه. ومن أعلام الرشايدة في الكويت براك سالم الهيفي رحمه الله، له عادة لم تنقطع حتى بعد وفاته: فتح الديوان للضيفان. كانت له وجاهة عند ولاة الأمر، ولذلك كان يسعى في قضاء حوائج الناس، وكان له دور في تخفيض المهور عند قبيلة الرشايدة. وفي سنة 1991 أدركته الوفاة في وقت السحر، فنطق الشهادتين وانتقل عن الدنيا مطمئنا رحمه الله. ومن الرجال البارزين في قبيلة الرشايدة في الكويت سلمان الهيفي رحمه الله تعالى، أحد الذين شاركوا في معركة الرقعي سنة 1928. ومن أعلام الرشايدة في الكويت حمود سعدون الطشة رحمه الله، الذي كان مثالا للدين وحسن الخلق والطيب والسماحة وصلة الرحم. وسبحان اللي سخر لفعل الخير، أيام ما كانت السيارات نادرة يوصل أي واحد يبي، ولا يبي إلا كروة أهل سدير، قولت جزاك الله خير. ومن أعلام الرشايدة في الكويت أحد وجهاء الموازرة في الكويت سعود حسن بن مطلق المويزر رحمه الله، الذي شارك في العديد من الغزوات. من رشايدة الكويت أخي وحبيبي ومن بموته فقدت بعضي، بمساعد سالم مطلق المويزر الرشيدي رحمه الله. قبل 27 سنة كنت شاب نهم محب القراءة والكتاب، لكن أروح معارض الكتب ما أقدر أشتري، الجيب خالي والله أعلم بحالي. وفي تلك الأثناء تعرفت على أبو مساعد سالم المويزر رحمه الله، يسمعني أسولف بالعلم والمناقشات العلمية، لكن ما عندي مكتبة. ويتصل فيني ذاك اليوم رحمه الله ويجيب لي كراتين الكتب، وصرت مثل الطفل ما قدرت أنام فرحي بالكتاب. واليوم بفضل الله عندي في مكتبة فيها أكثر من 10,000 كتاب، كله بفضل الله ثم فضل سالم المويزر الرشيدي رحمه الله. ومن وجهاء الرشايدة في الكويت ناصر فلاح النور رحمه الله تعالى، كان معروفا بقربه من حكام الكويت يحبونه ويجلونه. عرف رحمه الله بسعيه في قضاء حوائج الناس، حتى إنه كان في آخر حياته يأتي مقعدا على كرسيه من أجل الشفاعة. وتقديرا لمكانته وجاهه وقدره وصالح عمله
فقد كرمته الكويت بإطلاق اسمه على شارع في منطقة الفروانية. ومن أعيان الرشايدة في الكويت حجي ابن مجري الخميلي رحمه الله تعالى، والذي عرف بدينه وورعه وصلاحه، وكان رحمه الله تعالى من خواص الشيوخ في الكويت، بل كان مع رشيد القفيدي رحمهم الله من المقربين عند الملك سعود رحمه الله. ومن أعلام الرشايدة في الكويت علي خالد الخنفور رحمه الله، عرف بدينه وشفاعاته التي لم تنقطع طوال حياته رحمه الله، وهو والد النائب الفاضل سعد الخنفور، وهو من ذرية قرينيس بن شعمي، وذريته القفيدي والخنفور وضويحي وآل ثامر. ومن أعلام الرشايدة في الكويت خالد علي النمشان طول الله في عمره، رجل رزقه الله دينا وصلاحا وأدبا وذرية صالحة. ومن أعلام الرشايدة في الكويت الكريم بن الأكارم شالع الباب الأمير محمد مفرج بن مسيلم. جاء ضيف ولقى باب الديوان مسكر، يقولون مشى ويقولون رقد عند باب الديوان، ويوم درب بن مسيلم شلع الباب ولقبوه شالع الباب. من الجوانب المهمة في تاريخ قبيلة الرشايدة في الكويت أن نتعرف على مواقفهم الوطنية دفاعا عن الكويت وحكامها. فعن ماذا أتحدث في مواقفهم الوطنية دفاعا عن الكويت وحكامها؟ عن قرينيس بن شعمي رحمه الله من أخلص رجال الشيخ مبارك رحمه الله؟ أم أحدثكم عن الحادثة المشهورة في عهد الشيخ أحمد الجابر رحمه الله، والذي كان للرشايدة دور كبير دفاعا عن الكويت وحاكمها؟ وكان للرشايدة مثل سائر أهل الكويت دور وطني كبير في الدفاع عن الكويت أيام الغزو أو عند دخول قوات التحالف. ولما جرى ما جرى من اضطراب سياسي وثورات في البلاد العربية، أرسلت الشعوب الخليجية رسالة للعالم: ولاؤنا لله ثم لأوطاننا وحكامنا. ومن أبرزها اجتماع قبيلة الرشايدة جميعا على قلب رجل واحد وتجديد البيعة لسمو أمير البلاد وولي عهده حفظهم الله. ولحرص أبناء قبيلة الرشايدة على خدمة وطنهم، لذلك قاموا بتأسيس العديد من المؤسسات التي تؤدي خدمات تطوعية، فرابطة عبس وديوان الرشايدة ومبرة الرشايدة، كلها أعمال تطوعية مؤسسية تخدم الكويت والمسلمين عموما. وفي الختام أكرر اعتذاري، أنا على يقين تام أن ما ذكرته قطرة من بحر جود وعطاء قبيلة الرشايدة في الكويت، وعزائي أن الطيبين سيعذرون إن شاء الله، ولعلنا نصحح الخطأ في تدارك الأمر في حلقة مقبلة إن شاء الله. وأوجه الرسالة إلى عموم قبيلة الرشايدة: ما زالت كثير من مواقفكم الوطنية في الصدور لم تخرج للناس، وبعد بحث استغرق شهور في تاريخ هذه القبيلة العريقة، أرى من الضروري توثيق مسيرتها في فيلم أو في كتاب أيضا. وما ذكرته عن أسر قبيلة الرشايدة هي لمحات بسيطة جدا، وأنا على أتم الاستعداد لتوثيق أسرة من يريد إن شاء الله. فخلونا نتدارك شيباننا عسى الله يطول في أعمارهم، لأن موت شايب واحد هو موت تاريخ كامل. كل الشكر والتقدير للأخ الحبيب صاحب الأيادي البيضاء السيد عبد الله رشيد القفيدي على دعمه في إخراج هذا العمل. يا رشيدي يا عبسي، فإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. استودعكم الله.